السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من كورنيش أبو ظبي. هنتكلم النهاردة عن الأهلي. بالتأكيد الأهلي واجه في مباراته الماضية فريق سيراميكا. فريق كويس، إمكانياته كويسة زي ما احنا عارفين. الأهلي واجه صعوبة في أنه يفوز عليه 1-0 بالهدف بتاع إمام عاشور في الدقيقة 94. انا كنت حاضر المباراة في الملعب، انتوا شفتوها طبعا في التلفزيون، شايفين اللعيبة، احنا شايفين اللعيبة كلهم في الملعب وشايفين قد ايه كانوا مجهدين. هم عملوا كل اللي عليهم. طبعا جايين من السعودية من سفر بعد مباراة او بعد بطولة مرهقة، ما ارتاحوش، ما تدربوش غير تدريب واحد. اللعيبة بالفعل كانوا مرهقين جدا. اللي معهوش الكرة كان يعني واقف مكانه، عايز يقعد يرتاح شوية، لكنهم الحمد لله اجتازوا العقبة. وبكره ميعادنا في النهائي ان شاء الله قدام فيوتشر مش قدام بيراميدز. نقول لرمضان صبحي هارد لك، هو طبعا كان عاوز يقابلنا في النهائي عشان يضرب في لعيبه الاهلي زي العاده، لكن متعوضه ان شاء الله. رمضان صبحي طبعا كان بيناشد جماهير بيراميدز في ابو ظبي انها تحضر وتساند نادي بيراميدز، نادي الطموح. احنا طبعا يا رمضان قلنا لك قبل كده المركب اللي طموح ما ترجعش. شفنا كلنا الجماهير، احنا كان معانا التذاكر لحضور المباراتين، التذكرة اللي معانا تحضر بها المباراتين. محدش راح على الاستاد الا بعد انتهاء مباراتكم، كله راح على مباراة الاهلي. الاهلي بكرة هيواجه ان شاء الله فريق فيوتشر. الفريق فيوتشر احنا ما كسبناهوش قبل كده، نتائجنا معاه كانت تعادل. ان شاء الله نطمح ان احنا المرة دي نكسبها ونحقق البطولة بإذن الله تعالى. طبعا الحاقدين كتير زي رضا عبد العال بيقللوا من انجاز الاهلي، بيقللوا من البطولة في الاساس، بيقللوا من امكانيات امام عاشور. ورضا عبد العال يقول ان هي صفقة فاشلة. رضا عبد العال كان صفقة من صفقات الأهلي قبل كده، ممكن الشباب الصغير ما يعرفش. هنبقى نوريكم فيديو عنه وهو بيلعب مع الأهلي، منتقل من الزمالك إن شاء الله، ونوريكم الزمالك كانوا بيعملوا فيه إيه في أول اللقاء. بكرة هتكون المباراة في أبو ظبي إن شاء الله، وبإذن الله بحضر النهائي وبطلع معاكم فيديو إن شاء الله نوريكم فيه احتفالات لاعبي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وفوزهم في البطولة. استنونا إن شاء الله بعد المباراة.